اهلا بيكم في قناه ماجيك سكول. رجعت لكم النهارده بفيديو جديد. في الفيديو بتاع النهارده هنشرح مع بعض خدعه سهله جدا للمبتدئين في العاب الخفه بالكوتشينه. لو انت اول مره تتفرج عليا او مهتم بمجال الخدع السحريه والعاب الخفه بالكوتشينه، يا ريت تنزل دلوقتي حالا تعمل اشتراك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان يجيلك اشعار بكل الفيديوهات الجديده اللي هنزلها. كمان ما تنساش تعمل لي لايك على الفيديو وتكتب لي رايك في الكومنتات، وكمان ما تنساش تطلب مني خدعه معينه انت عايزني اشرحها في الفيديوهات اللي جايه. من غير كلام كتير خلينا نشوف الخدعه مع بعض. طيب، هي خدعة النهاردة سهلة جدا يا شباب. احنا في البداية هنجيب ورقة عادية خالص هنكتب عليها حاجة معينة وهنسيبها قدامكم كده طول اللعبة. تاني حاجة هنعملها مع بعض وهي ان احنا عايزين نختار كارت من الكوتشينة بشكل عشوائي. فلنفترض مثلا هنقف هنا هناخد الكارت تمام، وهنشوفه كده مع بعض في الكاميرا. تمام، انا عايزكم تحفظوا الكارت كويس جدا. تمام، خليكم كلكم فاكرين الكارت اللي انتوا اخترتوه. تاني حاجة هنعملها، لو خدت الكارت دخلته كده في نص الكوتشينة، تمام، بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين كده. تمام، وهبدأ ان انا افنط الكوتشينة كذا مرة عشان نضيع الكارت خالص في نص الكوتشينة. تمام، بعد ما عملنا كده طبعا احنا ما نعرفش فين الكارت، ولكن بحركة بسيطة جدا ان انا لو جيت وبكل بساطة قمت عامل كده. تمام، طبعا هنعملها مرة تانية قمت عامل كده. تمام، هتلاقوا الكارت اللي انتوا اخترتوه طلع بقى اول كارت فوق في الكوتشينة. طبعا في الحالة دي هو ده الكارت اللي انتوا اخترتوه. طيب، في كذا حد اكيد بيتفرج على الفيديو دلوقتي هيقول لي ان لا، مش ده الكارت اللي انتوا اخترتوه، انتوا اخترتوا كارت تاني خالص. ولكن هقول لكم مفيش اي مشكلة. احنا هنجيب الورقة اللي احنا سايبينها قدامكم كده دي من بداية اللعبة. تمام، وبعد كده هناخد الكارت اللي هو مش انتوا اللي اخترتوه وهاخده كده، هحركه بس كده فوق الورقة دي. مجرد ما احركه كده هيتغير وهيبقى الكارت اللي انتوا اخترتوه، اللي هو في الحالة دي الاتنين القلب الاسود. تمام. طيب، لو فاكر ان الخدعة انتهت عند كده فخليني اقول لك لا، استنى. شايف الورقة اللي انا كاتبها وسايبها قدامكم دي من بداية اللعبة؟ الورقة دي فيها توقع او فيها حاجة معينة. الورقة دي انا لو جيت وفتحتها كده، تمام، وشفناها مع بعض، هنلاقي ان انا كاتب فيها ان انت كنتوا هتختاروا من البداية الكارت اللي هو الاتنين القلب الاسود اللي هو فعلا انتوا اخترتوه. تمام، دي كده الخدعة بتاعت النهاردة. من غير كلام كتير خلينا نشوف شرح الخدعة مع بعض. طيب يا شباب، شرح الخدعة دي في منتهى السهولة. خدعة سهلة جدا بسيطة جدا، وكمان ليها تأثير قوي جدا على الشخص اللي انت هتعمل معاه الخدعة دي. خلينا نشوف الشرح على طول. في البداية كده يا شباب احنا هنجيب الورقة اللي احنا عايزين الشخص يختارها من قبل ما نبدأ اللعبة. تمام، فلنفترض في اللعبة دي الكارت هو الاتنين القلب الاسود، وهنجيب ورقة عادية خالص. تمام، ونبدأ نكتب عليها اتنين قلب اسود وهو الكارت اللي احنا عايزين الشخص يختاره. طيب، دي كده اول خطوة في اللعبة، وهنبدأ نطبق الورقة دي مع بعض كده زي ما انتوا شايفين. تمام، ونحطها قدامكم كده طول اللعبة. تمام، تاني خطوة معانا وهي ان احنا هنجيب الكوتشينة وهنخلي الكارت اللي الشخص هيختاره او احنا عايزينه يختاره يبقى اول كارت فوق في الكوتشينة. طيب، في الحالة دي هو الاتنين القلب الاسود، هنخليه يبقى اول كارت فوق في الكوتشينة. بعد ما خليناه اول كارت فوق في الكوتشينة بالطريقة دي، هنيجي بعد كده ونبدأ ان احنا عايزينه يختار الكارت طب هنعمل ده ازاي؟ حركة من الفورس او الاجبار الشخص اللي هو يختار الكارت معين. بكل بساطة يا شباب، احنا بعد ما حطينا الكارت وبقى اول كارت فوق في الكوتشينة، تمام، هنيجي ونمشي على الكروت بالطريقة دي ونخلي الشخص يقول ستوب في اي مكان. فلنفترض ان هو قال ستوب هنا مثلا. تمام، هنبدأ نسحب الجزء كده، ولكن واحنا دايسين على اول كارت هنا بالثلاث صوابع دول. الثلاث صوابع دول هيبقوا دايسين على اول كارت هنا، وهنسحب الجزء ده كله ونشده بسرعة جدا بالطريقة دي. لما نشد واحنا دايسين على اول كارت بالطريقه دي هنسحب كل الكروت، واول كارت اللي هو الاتنين القلب اللي احنا عايزينه يختاره هيفضل هو ده الكارت اللي هو هيختاره فعلا. طيب، خلينا نعملها مره تانية بسرعه. هنبدا نمشي على الكروت بالطريقه دي لحد ما يقول لنا ستوب. بعد ما يقولوا ستوب هنقسم بالطريقه دي واحنا دايسين على اول كارت هنا بالثلاث صوابع دول. بعد كده يا شباب هنبدا نسحب بسرعه جدا واحنا دايسين، هيتبقى الكارت اللي هو اختاره فوق في الكوتشينه بالطريقه دي. بعد ما هو هيتبقى الكارت هنقول له شوف الكارت وما تقولناش عليه. تمام، هيبدأ الشخص يشوف الكارت اللي هو الاتنين القلب الاسود، وهو بيشوفه احنا هنعمل حاجة في الكوتشينة. هنيجي بكل بساطة وهنعمل بريك، وهي ان احنا هنحط صباعنا الصغير كده تحت نص الكوتشينة في اي مكان. تمام،
طيب بعد ما هو يشوف الكارت وهناخده منه، احنا عايزين نحط الكارت دوت عند البريك اللي احنا واخدينه. هنعمل ده ازاي؟ هنيجي ناخد الاتنين القلب الاسود زي ما انتوا شايفين كده يا شباب، تمام، وهنبدأ ندخلها في الكوتشينه كده، نزق بيها جزء معين عشان يديله ايحاء ان احنا فعلا بندخلها في النص، ولكن في الحقيقه احنا هنزق جزء عشان نديله الايحاء ده، وبعد كده هندخلها عند البريك اللي احنا واخدينه بالطريقه دي. تمام. بعد كده هنساوي الكروت كلها واحنا محافظين على البريك اللي احنا واخدينه. طيب بعد كده هنعمل ايه عشان نخلي الاتنين القلب الاسود دي تبقى اول كارت فوق في الكوتشينه؟ هي بكل بساطه ان احنا هنيجي نقسم الجزء اللي تحت دوت كذا جزء. طيب هنعمل ده ازاي؟ هنيجي بايدينا دي بالطريقه دي كده، ونبدأ نمسك الجزء دوت بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين كده، ونبدأ نقسم الكوتشينة من تحت بالطريقة دي كذا جزء. ادي اول جزء، وادي تاني جزء، وهنيجي نقسمها مرة تالتة بالطريقة دي، واخر مرة بما ان هاخد الجزء اللي تحت دوت كله نحطه فوق. بالطريقة دي احنا خلينا الاتنين القلب الاسود تبقى اول كارت فوق في الكوتشينة، وهو ده الكارت اللي المفروض الشخص اختاره واللي احنا كنا عايزينه يبقى اول كارت فوق في الكوتشينة. طيب بعد ما هنخليه اول كارت فوق في الكوتشينة هنعمل ايه؟ هنيجي بكل بساطة، تمام، هنعمل دبل ليفت. طبعا حركة الدبل ليفت ان احنا بناخد اول كارتين كده ونحط صباعنا الصغير تحتيهم ونحط الكارتين دول فوقيه بالطريقة دي. يعني احنا بنيجي ناخد اول كارتين نحط صباعنا الصغير ونحطهم فوق صباعنا بالطريقة دي كده، احنا واخدين دبل ليفت او بريك تحت اول كارتين. بعد كده هنقول له ان احنا هنطلع الكارت اللي هو اختاره بحيث ان هو يبقى اول كارت فوق في الكوتشينة بطريقة سهلة جدا. بكل بساطة هنعمل كده او هنديله ايحاء ان احنا بنعمل اي حركة سحرية، وبعد كده هنقلب اول كارتين مع بعض على انهم كارت واحد بالطريقه دي. طبعا بعد ما خدنا الدبل ليفت هنيجي نمسك اول كارتين بالطريقه دي ونقلبهم مع بعض كانهم كارت واحد، وهنقول له هو ده الكارت اللي انت اخترته. طبعا الشخص هيقول لنا لا مش هو ده الكارت اللي انا اخترته وان انا اخترت كارت تاني. هنقول له تمام مفيش مشكله. بكل بساطه احنا هنجيب الورقه اللي احنا سايبينها من اول اللعبه بالطريقه دي، تمام، وهنيجي نقلب اول كارت. احنا في الحاله دي بنقلب اول كارتين مع بعض، ولكن هو ما يعرفش، هو فاكر ان احنا بنقلب اول كارت بس اللي هو الواحد القلب الاحمر اللي هو مش الكارت اللي هو اختاره. طيب هنيجي نقلب اول كارتين كانهم كارت واحد بالطريقه دي، وهنمسك اول كارت بس اللي هو في الحاله دي الكارت اللي هو اختاره، بس هو هيفتكر ان احنا بنمسك الكارت التاني اللي هو الواحد القلب اللي هو الكارت مش اللي هو اللي اختاره، كارت تاني. طيب هنيجي بعد كده بعد ما هنمسك الكارت دوت، يعني احنا في البدايه بناخد دبل ليفت بنوري له ان ده الكارت اللي انت اخترته، هيقول لنا لا. هنبدا نقلب الكارتين مع بعض وناخد اول كارت اللي هو كارته اصلا، وهنوهمه ان احنا لما نهز الكارت دوت كده فوق الورقه هيتحول وهيتغير، هيبقى الكارت اللي هو اختاره اللي هو الاتنين القلب الاسود. طبعا يا شباب لما نعمل كده هو هينبهر جدا وهيفتكر ان الخدعه خلصت، ولكن هنقول له لا لسه باقي جزء تاني في الخدعه. طيب ايه الجزء التاني اللي باقي في الخدعه؟ وهي ان احنا لو جينا جبنا الورقه اللي احنا سايبينها من بدايه اللعبه على جنب دي، او سايبينها معاه من بدايه اللعبه وفتحناها بالطريقه دي، هنلاقي ان انا كاتب فيها توقع الاتنين القلب الاسود اللي هو اختارها فعلا، تمام. فهتبقى دي كده الجزء التاني بتاعت الخدعة. طبعا هينبهر جدا، والخدعة دي بيبقى ليها تأثير قوي جدا على اي شخص انت هتعمل معاه الخدعة دي، ولكن الخدعة سهلة جدا وممكن اي حد يعملها بمنتهى السهولة. ده الفيديو بتاع النهارده ودي الخدعة بتاعت النهارده، يا رب تكون عجبتكم. ما تنساش تنزل تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس، كمان ما تنساش تكتب لي رأيك في الكومنتات. اشوفكم الفيديو الجاي.